صغيرين كنا نيجي القرافة بتاعتنا هنا في البساتين، فاحنا معديين نخش السيدة عيشة ونعدي على الإمام. هي اسمها الإمام بس احنا ما نعرفش مين هو الإمام. لما كبرنا شوية عرفنا أنه الإمام الشافعي. لما كبرنا كمان شوية بدأنا نسأل مين هو الإمام الشافعي، وقرينا كتير، وكل ما تقرأ سطر عن الإمام تتعلم حاجات كتير قوي. الإمام الشافعي احنا جينا بدأنا بيه باب الخلق من حوالي 6 سنين، لكنه كان بيتجدد، فوقفنا في المكان ده وحكينا ملامح من حياة الإمام. بعدين التجديد تم والمسجد اتجدد وسمحوا لنا بان احنا نزور الإمام الشافعي. خليك بقى مركز معايا لأن قصة الإمام فيها أشياء مهمة جدا، وقصة ميلاد الإمام، لأنه خلي بالك إنه الإمام مولود فين؟ في عسقلان، في هنا، في هنا. قال لا، كل الإشارات بتؤكد أنه مولود في غزة. وبنرجع لغزة نلاقي غزة سميت في فترة من فترات التاريخ بغزة هاشم لقبر السيد هاشم. مين هاشم ده؟ وإيه الحكاية بتاعت غزة؟ تعالوا نعرف حكايات كتير عن الأرحام والأصلاب التي جاء منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من هاشم، وجاء الإمام الشافعي من المطلب. المطلب أخو هاشم. يبقى الإمام اللي احنا هنزوره النهارده إن شاء الله معاكم هو ابن عم سيدنا النبي لزم. والله الواحد مش عارف يبدأ منين. أنا كنت مجهز مقدمة. أول ما جيت في مسجد الإمام ما بقتش يعني مش عارف أبدأ منين، لكن في حاجة من الحكايات اللي هي بعيدة شوية، يعني مش واضحة في سيرة الإمام. لكن يقول لك يا سيدي إن الخليفة المستنصر بعت لبدر الجمالي، وأنا حكيت لكم كتير عن بدر الجمالي لما كنا في شارع المعز. قال له هات لنا رفات الإمام الشافعي نحطها عندنا في العراق في بغداد. فافتكر الجمالي إن الحكاية سهلة، فبدأ يخش فعلا هنا ويحفر. فبدأت الأهالي في إيه؟ بيعملوا إيه؟ قال لك هناخد رفات الإمام نوديها. قال له إيه؟ مين؟ قال لهم ده في جواب أهو من الخليفة. راح ما لزمناش الكلام ده، لكنه استمر في الحفر. ويقال في المروية إنه لما وصل إلى المكان اللي فيه رفات الإمام لقى الإمام نايم زي ما هو، فتلبش. وبعدين قام على طول والناس تراجعت، والمصريين تمسكوا بالإمام الشافعي، ما قدرش يلمسه. وفضلت الناس بقى تروح وتيجي أيام كتيرة جدا على الإمام اللي لقوه بعد سنين طويلة زي ما هو. إحنا قدام رجل في قصته الكتير جدا من الإفادة، من التعلم. لأنه بس أنا عايز أحكي لكم حكاية الأول قبل ما نخش على الشخصية، أعرفكم مين الشخصية، لأن في حكاية لطيفة جدا جدا يمكن معظمنا ما يعرفهاش. إحنا عارفين إنه هو مطلبي، يعني من سلالة من أولاد عم النبي، لكن القصة فيها غزة موجودة بقوة، المدينة المنورة موجودة بقوة، أجداد النبي موجودين بقوة. معلومة
موجوده في الكتب كده، معرفش الناس ليه ما بتطلعهاش. انه هاشم ده الجد الاكبر للنبي كان حنيفي. وابو طالب لما جه يموت وسيدنا محمد قال له ترجاه ان هو يؤمن، فقال له انا ما اقدرش اسيب دين ابويا، مش دين قريش، دين ابويا اللي هو مين؟ عبد المطلب. طب هنقعد بقى في حته ونحكي لكم قصه الاصلاب والارحام اللي تحرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى عبد الله والى امنه وجاء النور العظيم. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نحن في حضرة الإمام. أنا هسيبكم بقى وأسيب زمايلي يصوروا، لأن أولاً دي أكبر قبة وده أكبر ضريح في مصر وفي الشرق الأوسط، أكبر مساحة. والقبة دي فريدة لأنها خشب بحاجات تانية زي ما انتم شايفين. هو متجدد بس متحافظ على كل شيء فيه بشكل ممتاز. القبة زي ما انتم شايفين بديعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. المسجد ده اتبنى سنة 1211 وجدد بقى مرات ومرات ومرات ومرات، هنقول واحنا بنحكي. لكن أنا لقيت هنا حاجة قالها لي مولانا بره، أثر يصح إن أنا لابد إن أنا أبدأ بيه، لأنه وروني زجاجة محطوطة وتحتيها حجر. قال لي شيخنا، قال لي إن ده جابه صلاح الدين الأيوبي، وانا ما اعرفش عنه حاجه بصراحه، بس هبحث ونشوف، لان انا وانا بصور فمولانا قال لي ان هذا الحجر عليه اثر لقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لي ان ده اثر القدم، وده جابوه وحطوه من زمان هنا، ودي حاجه طبعا يعني مهمه جدا. وطبعا ما نلاقي اثر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يكون أول حاجة نقدمها. ونحن في حضرة الإمام الشافعي ابن عم الرسول. ويمكن أبدأ معاكم الأول عشان تعرفوا إيه الأضرحة دي. دي يقال إن في أم الملك الكامل، لا دي زوجة صلاح الدين الأيوبي. في بعض الكتب يقول لك في عثمان ابن صلاح الدين الأيوبي مدفون هنا. يعني في أسماء كتيرة مدفونة بجوار الإمام، لكن محافظين على الشكل في كل حاجة. هنا بقى العمود الجميل ده مكتوب فيه نسب الإمام الشافعي، وأنا كنت عايز أحكي لكم الحكاية دي. فهو هنا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع اللي هو الشافعي بقى، ابن سائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. وهنا يلتقي الإمام الشافعي مع سيدنا النبي. في تفصيلة حلوة كده عايز أحكيها لكم، دي حاجة ما اتذكرتش في حاجات كتيرة، لكن عشان نعرف العلاقة. المطلب اللي هو الإمام الشافعي من نسله أخو هاشم،
فبس قعدوني بقى عشان اقدر احكي الحكايه. خليكم جدعان كده ونقعد. نقعد هنا جنب الامام. نقعد جنب الامام. انا بقى هحكي لكم حكايه. انا بقعد كده اصلي ايه ظروفي الصحيه بتحول دون ان انا اقعد كده. ما اقدرش اقعد كده ابدا. لكن وانا بشتغل في حاجه انا مبسوط منها بقدر اقعد وبحس بنفسي. ودي معلومه كده على الماشي عشان الواحد لما يكون بيعمل حاجه حلوه حاببها ما يحسش بالتعب. فانا ممكن اقعد كده ساعه وانا قاعد كده، انما لو قعدت كده دقيقه واحده من غير الشغل ظهري يوجعني وتحصل لي مشاكل كتير. الامام محمد ابن ادريس. يا سلام. احكي لكم الحكايه بس عايزه تركيز شويه عشان نعرف ايه حكايه غزه وايه حكايه المدينه وايه القصه دي وايه القرابه اللي بين سيدنا الرسول وبين محمد ابن ادريس. في عبد مناف ده جد اكبر سيدنا النبي. هما يلتقيان في عبد مناف. عبد مناف عنده 4 اولاد اللي موجودين عندنا: هاشم والمطلب. خلي بالك مش عبد المطلب، المطلب. وعنده عبد شمس ونوفل. دول مش موضوعنا. انما هاشم والمطلب دول هيفضلوا لازقين في بعض كده، مش هيسيبوا بعض بسلالتهم، هيفضلوا قريبين من بعض جدا. هاشم اتجوز كتير، وده اللي هشم السريد في مكة، وده كان مشهور جدا وراجل كبير قوي من أسياد مكة، يمكن سيد مكة، سيد البطحاء، اللي هو كان لقب برضه عبد المطلب. هاشم اتجوز كتير، عنده 5 6 أو 8 ستات مذكورين، منهم سيدة من المدينة من الخزرج. اتجوزها وبدأ يروح رحلة التجارة بتاعته اللي هي لإلاف قريش، رحلة الشتاء والصيف. تمام. وهو رايح رحلة الشتاء بعد ما جاء رحلة من رحلات التجارة، راح عدى على غزة، مات في غزة. اللي هو مين؟ هاشم ابن عبد مناف مات في غزة. راحوا دفنينه في غزة وهو سيد كبير، فقالوا ده قبر سيد هاشم، وسموا غزة غزة هاشم إكراما لهذا الرجل الكبير في قريش، اللي هو هيبقى بعد كده جد النبي عليه الصلاة والسلام. طب نيجي بقى للمطلب أخوه. هاشم الست اللي اتجوزها من الخزرج في المدينة خلفت ولد. المطلب عايز يجيب ابن أخوه، مع إن في ولاد كتير لهاشم، عنده أكتر من 15، مع إنه مات عنده 33 سنة، لكن عنده أكتر من 15 ابن وابنة. لكن المطلب قال لازم اجيب الابن اللي موجود في المدينه، فراح جابه بطريقه ما، مش هنخش في الطريقه، لكن جابه وهو رديفه على الجمل ودخل بيه مكه. فبصوا اهل مكه كده، الله، المطلب جاب عبد جديد، عبد المطلب. لما تسمع جسمك يقشعر. عبد المطلب، من هنا جه لقب عبد المطلب. قال لهم ده مش عبد المطلب، ده مش عبدي، ده شيبه ابن اخويا، لانه كان اسمه شيبه الحمد. فقال لهم ده ما فيش فايده، مسكت فيه عبد المطلب لتظهر لينا في التاريخ شخصيه عبد المطلب بقى، والقصص اللي هي بقى، والولاد ال10 والذبيح عبد الله وي 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 وي. يجي من عبد المطلب عنده كام ابن؟ 10 11 12. في اسماء متكرره، في قسم ده ما اتولدش لا اتولد، في اسماء كتير، لكن استقرينا على انهم 10، ولان هو هيقدم ذبيح للكعبه، وانتوا عارفين القصه دي كلها. بس خلي بالك بقى، احنا عندنا هاشم مدفون في غزه عشان ده مرتبط بقصتنا، واسمها غزه هاشم. المطلب جاب الولد ده. لما تيجي بقى تشوف اسماء الامام الشافعي: محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب اللي احنا بنتكلم عنه، اللي راح جاب ابن اخوه وبقى عبد المطلب. عشان كده تعرف واضح جدا انه بقى العلاقه اللي بين الامام الشافعي هو من نسل المطلب، وسيدنا النبي من نسل هاشم، الاثنين ولاد عبد مناف. يبقى العلاقه واضحه جدا. اللطيف بقى في الحكايه ان عمك الامام الشافعي ابوه ادريس
كان من مكة برضه، وطلع في تجارة، فراح متجوز واحدة من غزة، برضه غزة، وخلف منها ومات، وساب طفل صغير عنده سنة. وبعدين أمه خدت الطفل وقالت ده ليه نسب كبير، وهم مش لاقيين ياكلوا، ما عندهمش حاجة خالص. فقررت أن تعود بالطفل إلى أهله في مكة. الطفل اللي هو مين؟ محمد ابن إدريس الملقب بالشافعي، اللي هو هنقول الشافعي ده بقى، ده إيه؟ ده جد. وسائب، سائب ده برضه للعلم يعني كان قائد الجيوش في بدر ضد المسلمين، واتأثر ودفع الدية بتاعته ورجع، وبعدين أسلم. فسائب وشافع اللي هم جدود الإمام الشافعي تملت أعينهما برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الصحابة وأسلما. يبقى الراجل ده ليه أصل كبير قوي. الأم خدته من غزة، وعشان هي عربية فاهمة، فعدوا على مكان بيعيش فيه هزيل، قبيلة هزيل. قبيلة هزيل دي اللي هم يقول لك ضليعة في اللغة العربية، ملوك اللغة العربية، هو ملوك الشعر. عاش معاهم شوية محمد طفل اليتيم، وتعلم اللغة العربية وحب اللغة العربية وحب الشعر، وكمان لعب الرماية. يقول لك إن هو كان لما يدوله 10 سهام يرميهم 9 منهم يصيبوا. كان شاطر جدا، وشاطر جدا في الشعر. وبعدين راح مكة وقعد في مكة 10 سنين حفظ القرآن. طب هو بيروح يحفظ القرآن فين؟ طب ما هو عشان يروح حاجة زي الكتاب أو مشيخة كده بيصرف يعني فلوس. فلأنه كان ولد ذكي، فكان الشيخ لما يقوم يعمل حاجة يقعده زي ما تقول 1000 على الولاد. فده كان بدل الفلوس اللي يدفعها، أو مش ضروري فلوس، ممكن تبقى شوية قمح، بيض، بتاع أي حاجة من دي يعني. فكان بشطارته بياخد الدرس مجانا، فحفظ القرآن في سن 7 8 سنين. والغريب برضو ان في الحكايات بيقولوا ان لما هو اتعلم كويس قوي في مكة فعايز علم اكتر، فقالوا له روح المدينة. قال له مدينة روح لمين؟ قالوا له مالك، الامام مالك هناك. فقال مالك يبقى الموطأ، فحفظ الموطأ. لكن ناس بتقول ان هو لوحده حفظ الموطأ، قعد عليه في 9 ليالي. الموطأ ده كتاب كبير، حفظه الإمام الشافعي. فكان يتمتع بذكاء كبير جدا. مرة يقولوا الكتب بقى، شوف التحول ممكن يحصل لك في لحظة. التحول حصل للإمام الشافعي وهو ماشي مع أحد الزبيريين. الزبيريين دول نسبة إلى الزبير بن العوام. ممكن الزبير بن العوام ده ابن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وليه قصة كبيرة يعني لما بنحكيها بعدين. قال له راكب معاه او ما راكب معاه حمار، جمل، اي حاجه، فبدا يقول شعر. فقال له على فكره يا محمد، الشعر اللي انت بتقوله ده كويس، بس يعني انت كده بتفقد مروءتك لما تضيع وقتك في الكلام ده. اين انت من الفقه؟ فتحول محمد بن ادريس، ترك بقى كل حاجه وتفرغ للفقه. مين بيعلمه في المدينة؟ شيخ المدينة الحرم والمفتي مسلم ابن خالد الزنجي بيعلمه. اتعلم بقى شاطر جدا، لدرجة في سن 15 سنة، عشان تعرف انه في حاجة مش طبيعية. شخصية الإمام الشافعي فيها حاجة مش طبيعية، فيها حاجة كبيرة. وهو سن 15 مسلم ده اللي هو إمام الحرم قال له يا فتى افتي، من حقك أن تفتي. وهو عنده 15 سنة. ده شيخ اللي هو مذكور في الكتب اسمه مسلم ابن خالد الزنجي. وده برضو اللي قال له امشي بقى، روح بقى، انت مش هيكفيك العلم ده، يلا اطلع على المدينة. حاكم مكة قريبه مطلبي برضو فراح باعت له زي ما تقول مثلا جواب وصايا، اداله كارت ولا حاجة،
وراح بالحاكم وبمسلم وراح للإمام مالك في المدينة. كل الناس بتترك أبواب الإمام مالك عشان تتعلم، لكن ده ما كانش متاح، ما كانش يقدر الإمام يعلم كل الناس بشكل شخصي، يعني درس زي خصوصي كده. لكنه لما شاف الإمام، شاف محمد بن إدريس وبدأ يتكلم معاه، طبعا جاي له بمعرفة فقعدوا معاه، فبدأ يتكلم معاه وبدأ يقول له طيب شوف حد يقرأ، فقال له أنا هقرأ. طب قول. لقاه حافظ الموطأ وطبعا حافظ القرآن، فلقاه واحد يعني مش طبيعي، ذكاء خارق وهمة، عنده همة كبيرة جدا. فقال له بص يا ابني، انت ربنا كده حط فيك نور، اوعى تطفيه بالمعصية، وان انت هيكون ليك شأن. ده من الإمام مالك بن أنس. احنا عندنا الأئمة 4. أبو حنيفة الأولاني، مات أبو حنيفة في 150 هجري اللي هي اتولد فيها الإمام الشافعي. الإمام مالك ده الثاني، الإمام الشافعي الثالث، أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل ليه حاجة لطيفة، لما تلاقي في الكتب تلاقي يقول لك إيه؟ قال أحمد، بس كده، فتعرف إن هو ده أحمد بن حنبل، مش محتاجة لا إمام ولا حاجة، قال أحمد. الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، فهتشوف حاجة لطيفة جدا. الأئمة دول الإمام الشافعي ما شافش أبو حنيفة، لكن اتعلم على إيد الإمام مالك، هو نفسه علم أحمد ابن حنبل. هنشوف بعد كده لما اتعلم من الإمام أحمد، وبعدين برضو نظرة الإمام مالك لما اتعلم من الإمام مالك، نظرة الإمام مالك كانت جميلة. قال له أنت شكلك كده قاضي، أنت هتشتغل قاضي. وفعلا بعد ما مات الإمام مالك رجع مكة، ومن مكة راح اليمن، اشتغل قاضي فترة في اليمن. وبعدين حصل بقى قصة، بقى طبعا نجاح وتألق، والناس كلها بتدور على الإمام الشافعي عشان تسمع منه، لأنه عمل حاجة مهمة جدا جدا. هو الذي أسس أصول الفقه، يعني أصول الأشياء هو اللي حطها الإمام الشافعي. ما كانش في حاجة، لأنك هتقول لي في خدم البخاري، ما فيش بخاري، ده البخاري مولود سنة 194 قبل ما يموت الشافعي ب10 سنين. فما كانش في بخاري ولا في مسلم ولا في حد. في إيه بقى؟ في عمر بن عبد العزيز سنة 99 حكم من 99 ل 102، قال يا جماعة آن الأوان نجمع السنة بقى، خلاص القرآن ثبت ومش هيخشوا في بعض، نجمع بقى السنة، اكتبوها. فمين اللي كتب؟ كتب واحد اسمه شهاب الزهري، أول واحد لبى دعوة عمر بن عبد العزيز. وبيقول لك إنه الكتب بتقول حاجة لطيفة جدا، إن أول ما كتبوا لسيدنا النبي كتبوا حديث: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ده أول ما كتب الزهري، في أول حاجة تتجمع في حديث سيدنا النبي. شوف بيقولوا إن سيدنا النبي قالوا أول ما دخل المدينة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بس يا سيدي، فالإمام الشافعي يعني ظبط الأصول كلها. لذلك كل الناس الفقهاء والعلماء واللي جم بعد كده قال لك إن لولا الشافعي ما كناش هنعرف نعمل حاجة، لولا الإمام الشافعي بما فيهم الإمام أحمد بن حنبل. طبعا الناس اللي هم مش حابين نجاح الشافعي ضربوه بقى عند مين؟ عند هارون الرشيد. قالوا له الراجل ده رافضي، ده شيعي. الإمام الشافعي ما بيحبش أبو بكر وعثمان وعلي وعيشة إيه الكلام ده؟ وفعلا كانت محنة كبيرة للإمام الشافعي وراح. لكن هارون الرشيد لما قعد يتكلم معاه لقاه عالم، ولقاه مش ممكن يبقى بيفكر بالطريقة دي، وسابه ورجع تاني مكة. بعدين هيرجع تاني العراق سنة 194 بعد ما يموت هارون الرشيد. هيبقى بقى كان في مشكلة، مصيبة هناك في العراق بقى، مصيبة
خلق القرآن بقى والمعتزلة وقصص كلها الشافعي ما بيحبهاش. هيرجع تاني مكة ويرجع تاني في 1198 يقعد في العراق شهور ثم يتجه إلى مصر. أثناء وجوده في العراق أفتى بأشياء كثيرة جدا جدا، طبعا ليه مذهبه، حتى انه اختلف في بعض الاشياء مع الامام مالك، مع ابو حنيفه، كان ليه اراء مختلفه. لكن لما جه مصر هو حتى قال في بعض اشعاره يعني ما معناه، يعني ان انا مش عارف انا رايح مصر دي للغنى والعز والكده ولا اني يعني ذاهب الى قبري. وفعلا هو جه قعد هنا سنين قليله، جه سنه 98 99 100 يعني، وتوفى سنه 4. لكن عمل فقه ما تقدرش تقول انه فقه جديد، لكنه زي ما تقول قعد قرا فقهه كله وجدد فيه، طور فيه. يعني مثلا الامام الشافعي كان ليه راي فيه ان الواحد مثلا لما ياكل جزور يعني ابل ما يتوضاش خلاص، يعني مفيش مشكله. وبعدين رجع لقى انه لا ممكن يتوضا، وبعدين رجع قال لا ما يتوضاش. يعني اذا لما بيلاقي، لان ما عندناش كتب فيها احاديث صحيحه وكتب فيها احاديث ضعيفه، ما عندي فيش حاجه، فهو لما بيلاقي حاجه، ودي ميزه من الميزات الاساسيه في شخصيه الامام الشافعي، انه كان صدره رحب جدا لتعديل ارائه هو لما يلاقي حديث، لانه قال لك الحديث هو مذهبي، انا حديث سيدنا النبي لقيت حديث متاكد منه يبقى لازم امشي بيه، ولازم الناس كلها تمشي بيه. واذا انا قلت حاجه جت اثناء وجودي او بعد مماتي مخالفه لحديث صحيح، بيدق هو على كلمه صحيح لسيدنا النبي، ارموا كلامي، اضربوا بكلامي عرض الحائط، كلامي ملوش اي لازمه. ودي كانت ميزه. كمان في ميزه اساسيه في الامام الشافعي غير علمه وفقهه، لان دي مسائل بقى بحور كبيره جدا، لكن ان هو كان لا يختلف مع حد، يعني متناقش مع حد ويختلف معاه، بعد ما يخلصوا يقول له ارجوك ما تزعلش مني، مفيش داعي للزعل، لان ده خلاف في افكار. وكان حريص على انه لما حد يزعل منه يروح يصالحه. لكن الامر ما سلمش، لانه هو لما اختلف في ارائه مع الامام مالك، كان الامام مالك راح له في تلاميذ زعلوا منه في اقوال مش عارفين مدى صحتها بصراحه، يعني مش موجود قوي حاجات تثبت ده. لكن هل الامام الشافعي مات بمرض؟ في كتب بتقول كده. هل الامام الشافعي ضربوه ضرب جامد جدا ادى الى وفاته؟ في كتب بتقول كده، انه اللي هم انصار الامام مالك زعلوا من الكلام اللي هو قاله من الاراء، وبعدين حب يرد عليهم كتب لهم كتاب اللي هو اسمه الام بعد كتاب الرساله، اللي هو كتاب الرساله ده يعني انا ما اعرفش انصحكم انكم تقروه او لا، بس احب انكم تاخدوا عنه فكره، يعني لان ده كتاب مهم جدا في اصول الفقه والحاجات دي. فكتب لهم كتاب يرد عليهم، لكن ما عجبهمش، ضربوه في الجامع، شتموه في الجامع، عملوا في الجامع. المهم الامام الشافعي رجع في بيته يعني مصاب اصابات بالغه ومات فيها. لكن في ناس تقول لا، ده هو كان مصاب بده اظن يعني بواسير كمان، يعني حاجه محدده، وان هو مات بكده. ما نعرفش مات بكده ولا مات بكده، لكنه مات صغير. وانتوا عارفين قصه بقى موته، انه دخل له حد هو في من تلاميذه حد اسمه المزني، ده اللي بيقول ان انا قعدت اقرا كتاب الرساله 500 مره، وفي كل مره الاقي حاجه ما فهمتهاش قبل كده، او اتضح لي حاجه ما عرفتهاش قبل كده في كتاب الرساله اللي هو اهم كتاب كتبه الامام الشافعي. خلي بالك تغيير فتاوى الامام الشافعي دي مساله مهمه، يعني مثلا اصل هي مش حاجات صغيره. يعني مثلا الواحد وهو قاعد كده ونام وهو متوضي، يوم يصلي، قال يوم يصلي عادي مفيش حاجه. وبعدين لما جه مصر وقعد قال لا لا لا، انا لقيت حديث للنبي، لا مفيش. لا، اذا الواحد نام يصحى يبقى دوت كانه خرج من الصلاه، كانه، وبالتالي يوم يتوضا، مفيش كلام من ده. في مثلا فتوى انه الرجل مثلا لو اتى بزوجته وهو مثلا وهي حائض، طب ايه
قال لك ان هو يعني يقدم اضحيه ولا حاجه زي كده. فلا هو قال كده، وبعدين قال في الاخر قال لا هو يستغفر بس، يعني يستغفر مفيش داعي لتقديم حاجه يعني. فاذا الاراء بتختلف في الوضوء حتى. نتوضا، لازم نتوضا بالترتيب؟ قال لا مش ضروري. وبعدين لقى حديث لسيدنا النبي بيقول لا ضروري الترتيب، فقال لا ضروري. يعني هي دي فكره ان الدين يسر. فالامام الشافعي ساب لنا الحكايه دي، مش عارف ليه ما اشتغلناش بيها خالص. يعني فضلنا متجمدين كده 1000 سنه، مع انه هو في سنين بسيطه جدا غير وعدل وظبط وعمل. فدي كلها حاجات من الامام الشافعي. الامام الشافعي لما دخل عليه المزني اللي هو احد تلامذته وقال له اخبارك ايه يا امام، ازيك؟ عايز زي ما تقول لحد ازاي الحال. قال له يعني، قال له ايه بقى؟ قال له ما معناه يعني؟ اني يعني خلاص مغادر الدنيا ومفارق الاحبه، وحامل ذنوبي ومواجه رب كريم، مش عارف أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم تصير إلى النار فأعزيها. هو كده؟ قال لك طب ما هو ده عمل حاجة؟ ده طول عمره بيتعلم وبيعلم، بيتعلم وبيعلم، بيتعلم في تمام يعني. قال لك لا، طب ما هو أبو بكر الصديق قال يا ريتني كنت شجرة لما يعني بيقترب من الموت، وعمر بن الخطاب قال يا خبر ابيض يا ريتني ما اتولدت اصلا ولا جيت الحكايه ديت ولا تلزمني القصه ديت. يعني يا ريتها ما حصلت. ده عمر وابو بكر اللي هم كانوا يعني واحد على يمين النبي واحد على شماله. يعني ايه ده؟ فاتاري الحكايه كده ان انت يعني لما بتبقى انت والله سبحانه وتعالى بتبقى الحكايه يعني صعبه. وبعدين قال ابيات شعر مشهوره جدا للامام الشافعي، وارجوكم تفتحوا النت موجود ليه اقوال جميله جدا جدا. يقول لك يا ساتر، اذا كنت هتتعلم وما تعملش بالعلم ده يبقى انا ما فيش فايده فيك. واقوال كتيره جدا انا بقولها لكم ببساطه، لكن انا احب اختم حديثي عن الامام الشافعي. اقول لكم مثلا ان هو كان لما ينام بالليل، في ناس كتير قالوا بقى يعني كانوا بيناموا عنده كده. الليل ثلاثة أجزاء. الجزء الأول قاعد يكتب الحديث، الجزء الثاني بيصلي، الجزء الثالث بينام. واحد قال له يا إمام، يعني أنا أرى إن الواحد لما يروح بلد جديدة أو مكان جديد بيبقى متطلباته إنه يكون عنده قوت سنة، يعني أكل لمدة سنة، ومقعد لدى الحاكم، يعني يكون قاعد في حتة كده قريبة من الحاكم، يبقى الحاكم شايفه عشان لما يتزنق ولا حاجة يبقى تمام. فقال له بص، احنا كنا في غزة، وبعدين لما رحنا عزيل ومكة أنا وأمي كناش لاقيين ناكل، لكن عمرنا لم ننم جياعا أبدا، مفيش ليلة نام جعان رغم إنهم ما كانوش لاقيين ياكلوا. ثم يا أخي، الإنسان الذي لا تعزه التقوى فلا عز له. اللي ما تعزوش التقوى مفيش عز له خالص. وحكايات كتيرة عن الإمام الشافعي، أنا يعني بستدعي الحكايات وأنا قاعد أتكلم معاكم. إن هو كان في منتهى الكرم، ودي صفة على فكرة الناس المقربين من الله سبحانه وتعالى. وبيقول لك كمان إن أنت إذا كنت بتجري ورا الشهوات فانسى إن أنت تاخد أي حاجة في السكة التانية. دي سكة ودي سكة. أقول لكم بقى، أنا طولت عليكم أنا عارف، بس أقول لكم ماذا قال الإمام الشافعي وهو يستعد للقاء ربه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فلا زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.
من طنطا لحي كيلوباترا في الاسكندريه. طب وايه اللي دخل طنطا في الموضوع؟ للي شافه واللي ما شافوش نحكي الحكايه بالمختصر المفيد. كنا في طنطا وانا كنت شفت الدكتور في حاجه كده على مواقع التواصل، وعايزين دكتور، فلقينا الدكتور، فطلع الدكتور مشالي. رحنا صورنا معاه، راجل طبعا يعني نادر، وكان كشفه ب10 جنيه، وسجلنا معاه وزعنا. يعني احنا ما كانش في دماغنا حاجه، لان ده شخص يستحق انه يظهر للناس بالجهد اللي بيعمله والكرم اللي بيعمله. ففوجئنا انه هوب البتاع بتتشاف وقف طبيب الغلابه. فحصل ان احنا لقينا ناس كتير بتقول طب ما في دكاتره تانية بتعمل نفس الفكره. مشالي كان كشفه 10 جنيه، واللي معهوش يخش يكشف، وانه بالليل بعد ما بيخلص شغله الساعه 11 بالليل بيروح قريه بعيده وما عندوش عربيه، يركب اوتوستوب لغايه ما يروح القريه، يشتغل من 11 ونص لغايه الساعه 3 ويرجع برضه اوتوستوب. فكان ظاهره بصراحه. لقينا برضو الناس في اسكندريه بتقول لنا في الدكتوره نوران يحيى، كشفها 35 جنيه على الكل، يعني سواء غني او فقير، ومفيش حاجه اسمها كشف مستعجل، كله بيخش بنفس الرقم. كل الناس هنا في الحي وفي اكتر من الحي لما تتسع الدايره بيقولوا على الدكتوره نوران انها طبيبه الغلابه. فنبقى من طنطا طبيب الغلابه الله يرحمه الدكتور مشالي الى الدكتوره نوران يحيى، هنعرف ايه القصه بالظبط. الى الدكتوره نوران يحيى عزب. صباح الخير يا دكتوره نوران. صباح الخير، اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. صباح الخير، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. اتفضلي. احنا لقينا الكارت بتاع الدكتوره نوران يحيى عزب، استاذ الامراض الصدريه بكليه الطب، استشاري امراض الحساسيه والربو الشعبي، عضو الجمعيه الاوروبيه للامراض الصدريه، عضو الجمعيه الفرنسيه لمناظير الشعب الهوائيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، نورتونا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا انت فاتحه العياده دي من قد ايه؟ من حوالي 23 سنه 24 سنه. 23 سنه؟ انا من زمان. وليه متخرج 27 سنه سنه كام؟ 87. 87. انا قديم. ربنا يديك الصحه. أو بعد قد ايه من تخرجك من كليه الطب عملتي دكتوراه وكده؟ عملت ماجستير ودكتوراه طبعا عادي الحمد لله. خلصتي ده كان سنه كام؟ الدكتوراه خلصتها 2001. كنت فاتحه العياده؟ فتحتها على طول. فتحتيها يعني في نفس الوقت تقريبا؟ في نفس الوقت تقريبا. بتشتغلي في كليه ولا؟ ايوه بتشتغلي في كليه، استاذه في كليه شغاله. ايه بقى قصه العياده وانت في كليوباترا؟ ده حي يعني حي مشهور جدا في اسكندريه. ودلوقتي الرقم اللي حضرتك بتقوليه دوت، انت فتحتي برقم كام؟ ب 15. 15 جنيه 15 في 2000 وشويه. 2000 اواخر التسعينات اوائل الالفينات، يعني في الحاجات دي بالظبط. جوز حضرتك قال لك ايه واولادك وجيرانك ولا حاجه، يعني هم بيشجعوني على ال 15 جنيه. يعني اصل بص حضرتك، الواحد يعني وقتها كان ايه، اولا لسه بادي، فكانت الاسعار مش غاليه. معلش تعملي صيت. لا يعني هو على الاقل ما كنتش بصراحه مهتمه قوي او مفرغه وقت كبير، لان كان ولادي صغيرين، فكان باجي بفترات قصيره. لما الواحد ابتدى يستقر والدنيا تعلى، بس بتيجي تزود تلاقي حاجات قدامك ما انتش قادر انك انت تيجي عليها، فتقول طب خليني شويه، طب ما بعد كده هبقى ازود، مش قادره. لا، في حاجه بتقابلك، ناس بتقابلك كانها بتحس بتحس كأن ربنا بعتها لك رسالة، لا حرام وده هيروح فين لو ما كنتش كده. يعني مع احترامي لحضرتك، أنا ممكن في وقت أقفل العيادة لأي ظرف. طب ما أنا شغالة ومش خسرانة، يعني هي الحمد لله على الأقل مثلا بتغطي تكاليفها إلى حد ما. طب ما كأني قاعدة في البيت، يعني مش ده من يعني إذا جابت غطي تكاليفها كويس قوي. كأنك فترة بعد الظهر دي قاعدة في البيت. كأني قاعدة في البيت، بس في نفس الوقت انت بس الحمد لله ما بتتحسبش كده. الحمد لله. جوز حضرتك بيشتغل ايه؟ دكتور، وهو استاذي برضو، وهو بنفس الطريقه، يعني ماشي برضو بان هو يقول لك لا، اللي تقدر تساعده ساعده، واللي تقدر تعمله. يعني ما اعترضش خالص؟ لا بالعكس. هو برضو عيادته كشفه كده؟ لا مش كده، بس ما فيش كشف ده يعني هو من 5-6 سنين كده حصل
قفزات آه. قفزات قفزات. هو الحمد لله ما فدخلنا في قفزش ارقام بالدرجه غريبه. زيهم، يعني زي الناس، يعني احنا تلامذتنا انا وهو بالذات، طبعا هو استاذنا كلنا يعني ابو ثماني، وكان رئيس قسم هنا في كليه حلوه قوي، بتقول الصدر. على جوزها استاذنا كلنا، دي لا حاجه ف لطيفه. يعني الى حد كبير برضو لا كشفه ممكن اقل من تلامذته، بس بنقول ايه ان يمكن ربنا مش ما يحوجكش عشان انت كده، يمكن عشان تحب تاخد اكتر تتحوج اكتر. انا بحسها كده. لا واذا خدتي اكتر هيبقى عندك فلوس كتيره فمش هتتزنقي. لا ممكن اتزنق في اكتر. الله اكبر. لا ممكن انا اتزنق بقول لك في اكتر. لا دلوقتي ما حدش يضمنش حاجه. فلوس ما بتحميش ابدا. فساعات انت تحس انك حاطط شيلد كده ده حميك مع ربنا، ويا رب بس يكون متقبل يا رب. مش كده كان نفسي يعني ما نفسيش لا اصل اسجل، هو لان شوفي بتحس حضرتك حضرتك انها بتعملها سرا وعلانيه، مهم انك تقدمي الفكره للناس. يا رب يا رب تكون، بس يا ربنا لان يتقبلها. ممكن دكتور تاني يسمع حضرتك دلوقتي يكون هو متذبذب لانه مش قادر. لو نزلنا الكشف الدكتور زميلي اللي جنبي هيبقى انا منظري كاني مش لاقي زباين، هيخش في قصه كده مش دي حاجه لطيفه. برضو من الحاجات اللي بتضايق الواحد، يعني ساعات ناس بتحصر كل مكانتك انك انت دكتور رخيص. بالظبط. مش الحمد رخيص لله يعني مش قد شاطر. كده، مش شاطر. والله عمرها ما بتتقاس كده في الكليه، حتى الحمد لله الواحد بيعمل استئصال اورام ومناظير واتعلمتها بره والحمد لله. بس الواحد ما يقولكش انك انت بس ايه ده الدكتور اللي ابو بلاش. دي اللي بتخلي الواحد يعني ايه، لا هذا امكانيات. طيب في بقى فكره انه إن الغلبان او غير مقتدر، خلينا نقول كده، غير مقتدر في الظروف الصعبه اللي بنمر بيها كلنا دي ممكن يدفع كشف كذا، واللي قادر يدفع كشف كذا. انت مش عامله كده، انت عامله كله زي بعض. هي بص حياتك، هي انا حسيت ان ايه اللي جاي قاعد بره رجل على رجل، انا زيك هاخد اللي هتاخده وهاخد بنفس السعر، ما يحسش ان انا جاي في الفئه الاقل. لا ده زي ده، وفعلا انا ما بعرفش ما امكانيات عندكيش اي كشف حد مستعجل قدامي. ولا؟ لا 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 مفيش. لا. وهم ده زي يعني ده، الناس حسب ما بيحضروا فعلا. يعني حسب حضورهم، وبيبقى مثلا كل ساعه في عدد معين بس بقيه حضورهم في الساعه دي. يا سلام، يعني انت ما توفيق. بتركميش المرضى كمان؟ لا لا حرام. حرام على قد ما بنقدر طبعا. بص حضرتك، هي اول حاجه احترمهم، احترمهم بمكان نظيف، احترمهم بمعامله طيبه وتشهد يعني انت ربنا عارفه احنا يكرمها احيانا نروح لدكتور نقعد فين؟ نقعد في السلم تحت في الشارع. لا لا، عشان انا حصل السلم فتره كله تراكم مليان كده، البنوته كانت عندي ما كانتش عارفه تنظم، وبعدين لا اجيب حد ينظم صح مع طبعا ان ده صيت ادميتهم. جامد يا دكتوره نوران، الحمد صيت. لله يقول لك ده الدكتور فلان عادل العيانين قاعدين على السلم. وفي حاجه هقول لحضرتك حاجه، يعني انت في حاجه بتوجع قلبي صراحه لما بيدخل لي مريض بسيط مثلا او حتى عادي، الاقيه واقف كده، يعني انا قدامي الكراسي فايه اصل انا يا دكتوره بشتكي، طب اقعدي او اقعد، ما هو عشان معطل حضرتك، انا هنا مش معطلاني، ده شغل انا بيوجع قلبي. يعني انت ممكن تروح حد يسالك وانت واقف وقول كلمتين وخلص. لا اقعد وخد راحتك. وحتى انا في ليا حاجه بقولها للعيان بعد ما بيخلص كلام، اقول له في حاجه تانية، طب هل لديك اقوال اخرى؟ يضحك، اقول له لا يعني لازم تقول كله عشان افهم كله، قول براحتك. انت عارفه ان دي برضه مشكله، يقول لك رحنا الدكتور مش ما عندوش وقت يسمعنا. انا لما بروح حتى انا مش بذمك في الدكاتره، في دكاتره ممتازين كتير جدا، وفي زملاء كتير ببعت لهم ناس بصراحه اكرم مني، وعمليات ببلاش وبيتابعوا العيانين ببلاش. صحيح. وكل حاجه. وحتى حياتك الناس اللي كشفها غالي هي بتعمل خير، بس مش واضح عشان مش في الكشف، يعني اخد بالك. بس هي الواحد يقول ايه ده المكان اللي انا قادره اعمل فيه، فخليني اعمل فيه. انا يمكن ربنا بيسهلها ان المقتدر، والحمد لله في ناس ما شاء الله مليونيرز بيجوا، بس الاقيه هو خارج دول للعيانين او بيسيبهم في الصيدليه للعيانين، كتر خيره. يعني في بيسيبوا او في بيسيبوا كده، قالوا لي بقى كمان ان بيسيبهم. حضرتك ليكي يعني أزرع أخرى طيبة فإنك بتروحي تبعتي الأشعات يعمل لك تخفيض. احكي لي بقى. في ناس كتر خيرهم طبعا، سواء صيدليات سواء مراكز أشعة كده بيعملوا تخفيضات جامدة عشان نقدر نسد من، يعني في ناس مش قادرة خالص. طبعا الناس مش قادرة خالص دي ما بيتاخدش منها كشف. طب ازاي بقى الواحد يجي من غير كشف؟ هو بيحجز من 5 ل 6. بيجي بس انا ببقى عارفه ان الانسان ده غير قادر، او ان انا هجيب له الدواء يعني لو دفع الفلوس ياخدها. طبعا ترجعها له. طبعا يعني انا هجيب له دواء من فلوس تبرعات وانا اخد فلوس؟ يعني ما ينفعش، حرام. طب بتقيميه انت؟ بيبان حضرتك. والناس العفيفه ما بتقولش، وانت بتحسي لوحدك. طبعا يدفع 35 وانت تفهمي تروحي تقولي هي بنعمل علامه للبنوته على التذكره بتعرف هي ده، والصيدليات عارفه بكتب حاجه طرفي ده بتبقى عارفه، هم بيبعتوا لي عندهم كراريس كده اول اشعه
كل فتره بيبعتوا لي بقى الفواتير ونروح القسم سوا بقى نتحاسب. صح. ساعات ببعت يقول لك لا احنا عندنا فلوس ما تدفعيش، دول عندنا ناس متبرعه هنديهم لهم من عندنا. ايوه في ناس او كويسه الدكاتره كتير. بتوع المراكز يقول لك انا لا ده من عندي. هي بس تدي خطوه بتلاقي ناس كتير بتيجي. بص حضرتك، الخير في امتي. حضرتك وزوجك العزيز الدكتور اسمه ايه؟ مجدي ابو ريان. دكتور؟ مجدي ابو ريان. الدكتور مجدي ابو ريان، يعني ليه كل التحيه والتقدير الله والاحترام. يكرمك. دخلكم محدود. لا الحمد لله حلو كويس. يعني هيبقى لا في نعم مشكله والله. في الشاليه بتاع هيسيندا في الساحل ولا لا مش عارف، مفيش بلاش مشكلة. لا هيسيندا لا دي. عندنا بس في الساحل الطيب. اه انتوا في الساحل الطيب. اه في الساحل الطيب. والعربيه مش هتتغير كل سنه ولا لا لا كل لا لا, لا سنتين؟ يا راجل يا راجل. لا يا راجل ايه؟ ليه؟ والبيت ممكن يبقى فيه اوسع منه. لا الحمد لله عندنا بيت حلو والحمد لله. عملنا الدنيا رخيصه. فالدنيا الحمد لله مقضيه. مم. عربيات يعني دايما على فكره هو مش عيب ان الناس يبقى عندها لا مش وربنا عيب، يديهم، ما انا بقول لك بس انا مش. بس لما يبقى الواحد في مستطاعه اه ان هو يحقق ده. الحمد لله. وانت وممكن بتشوفي تحقق حاجه تانية برضو يعني الواحد كان بيحقق لك حاله رضا في طبعا. الفكره دي. اه طبعا. هقول لك حاجه، وانا صغيره كان نفسي اعمل مستشفى مجاني. مستشفى كان املي فعلا. هو انت وكان والد حضرتك والدي دكتور؟ ووالدتي دكاتره. انت حكايه الطب عندكم اساسيه. اخويا ده لا، طب عائلي. اخويا استاذ في هندسه ملوش دعوه، لكن هم كانوا يحكوا وكنت انا اسمع. يعني هم بيحكوا بطريقه صراحه يعني ايه، يعني انسانيه، فكنت اقعد الاب اعيط. والام. جاتني واحد عمل كذا، واحده اشتكت كذا. فكانت كلمتهم انا فاكراها كويسه لغايه دلوقتي. اما تعيطي جنبه مش هتفيديه. حاولي تعملي حاجه. هنروح جنب الدكتور نقعد نعيط احنا الاثنين، ما حاولي عملناش تعملي حاجه. حاجه. وانت صغيره مع بابا وماما فضلت الحكايه كلها. طبعا طبعا. وعشان كده دخلتي كليه الطب. يعني كنت حباها جدا. وكان والدي يامها لا كانش عايز، يقول لي هتتعبي وطول عمرك هتذاكري وطول عمرك هتعملي. يعني جاوبتي على السؤال ده لنفسك، حبيتيها ليه؟ عشان نفسي اعمل حاجه. انت عارف حضرتك، انا جت في بالي فكره مره وكان نفسي نطبقها، ان احنا مثلا نعمل مكان كويس جدا كمستشفى، وفي زملاء كتير يملوا الايام كلها. انا مثلا بعمل مناظير، هشتغل في المكان ده مناظير ببلاش. واحد تاني بيعمل مثلا جراحات، يخلي يوم او عمليه ببلاش. واحد بيعمل ايكو او حاجه ببلاش. والناس عندي ناس تطوعت انها تغطي كل حاجه. هو ده الاماكن دي في منها موجوده على فكره. بس المكان بس مش يعني مش محدد. انه الايه ما فيهوش كل الحاجات. بس المكان كان عجز في المكان. وبعدين كان المبنى طبعا. ثم المعدات دكاتره موجودين. وكان هيبقى البلك لو جت فلوس تبرعات او كده، كان يهمني انها في التمريض عشان يبقى تمريض على مستوى ما يقولش ان ده ببلاش. وفي النظافه التمريض لازم ياخد كويس، لان التمريض بيتعبوا جامد جدا جدا. والنظافه والتجهيزات. انا مش عارف انت شفت الدكتور مشالي ولا لا؟ سمعت عليه الحقيقه. لا بشوفيه في اليوتيوب، لانه هو عيادته كان فيها فوضى جامده جدا جدا. وقاعد كده مستخبي في وسط جرايد وهيصه وبتاع. لا هي برضه لكنه كان كشفه في طنطا 10 جنيه. ربنا يرحمه يعني ويدي كل واحد على خير. راجل محبوب جدا في طنطا. الحمد لله. يعني الواحد لما بيوصل لمركز معين بعد علم وبعد شقه وبعد تعب، بيبقى بقى عايز يرتاح ويتبسط، وبيشوف بقى قدامه إشي بيوت على إشي. مثلا في الصيف يسافر أوروبا مش عارف إيه. إزاي الواحد يستطيع إنه يتغلب على المغريات دي كلها وهي في استطاعته في الحلال؟ مفيش حاجة حرام أعملها. بص حضرتك، أنا سافرت أغلب دول أوروبا الحمد لله. سافرتي شغل؟ أغلب دول. لا سافرت مؤتمرات على حسابي مش على حساب حد. شغل لا بس أنا كنت بكلمك عن الناس. لا وسافرت فسح برضه. وسافرت مثلا من ضمن حاجات الصين، كانت من أحلى سفرياتي. الانكم الحمد لله داخل، مش لازم ابقى في عندي اكستراز يعني. لا انا عندي ومكفيني. انا بسالك على انه ازاي الواحد يقاوم الحاجات دي. لا هي في حاجه، بص حضرتك، انا نفسي بس نعلمها لاولادنا كلنا وانا بحاول. الاستغناء. وانس انك قدرت تستغنى عن سجاير، اللي بيشرب سجاير، عن حاجه زي كده. مش قصدي يعني الحاجه اللي انت نفسك فيها قدرت تستغنى عنها، مفيش حاجه تبقى كسراك. مفيش حاجه تكسرك. ده مبدأك انت والدكتور في البيت. مش هتكسرني. انا ممكن جدا ابقى نفسي حاجه وهاكل الحاجه دي قدامي. طب انا اجرب اسيبها.
مش هجرالي حاجه، بس انا قدرت اقاوم ان انا نفسي في دي، عشان لما تيجي في حاجه انت مش قادر عليها تقدر تستغنى عنها. مع ان انت متربيه في اسره يعني ما شاء الله، الحمد يعني لله. الاب دكتور والام دكتوره، يعني اسره ظروفها لا الماليه الحمد كويسه لله الحمد جدا. لله، ما انا بقول لحضرتك، بس انت الواحد مم. ما يعني الواحد كان بيبقى شايف ان الدنيا في ناس مش قادره، ولازم ان انت تقول ان برضو ايه، ان مش شرط كل حاجه فلوس. صحيح خلي بالك والله. ربنا بيدي حاجات خير اكتر كتير قوي من الفلوس. صحيح. يعني ساعات صحيح. واحد بيبقى معاه فلوس بس في حاجه كسراك، حاجه محزناك، حاجه، مم. فنفسك تعمل حاجه. لا كمان انا معجب قوي ان انت قلتي على جوز حضرتك استاذنا كلنا. او هو فده اقدم ده مننا دي طبعا. برضو من اه عطاءات السماء، الحمد انه لله. يبقى فيه والتوفيق لا بينك طبعا لو احنا مختلفين كان والاتنين هيبقى. فكركم واحد الحمد لله الحمد لله. مم. والولاد الحمد لله يعني بوشنج ان من الحمد اكتر لله ما الحاجات دام اللي ربنا تبسط مكفينا. الدكتوره نوران وهي مروحه في يوم ما، اكتر حاجه كنت بقى بسطها ايه؟ احس ان في حد اتحلت له مشكله، تبقي دي حلوه مروحه قوي. سعيده جدا. جدا جدا. ان في حاجه كانت مثلا قدرنا نجيبها وكناش عارفين نوفرها في مستشفى ما او حاجه، مم. جبناها، يا ده يعني الواحد بيبقى هيتنطط لان دي هتفيد ناس. معلش برضو الحيوانات بتاعت الشارع بنحبها جدا بيقولوا لي ايه وبنديها. قصتك مع القطط، القطط؟ قطط وغير ما بقول لحضرتك دي بيقولوا لي حاجه. انت تجيبي اكل القطط اللي بره دي اكليهم كلهم. ويا ريت، وفي ناس كتير بتعمل اكتر من كده. ايوه ايوه. وفي بص حضرتك بقول لك ليه ما بتعمل خير، يعني في محلات مثلا بتقول لي مره بجيب الاكل فبتقول لي صغيرين ولا كبار، بقول لها اللي بلاقيهم ده للشارع، طب خدي بسعر ديسكاونت جامد جدا. الخير في كل الناس على فكره يا استاذ محمود، بس تتحركي بس ممكن. نتحركوا. ايه يا دكتوره نوران بعد علمك ودراساتك وبتاع، ايه اللي بيهزم بني ادم ويخليه يتحول كده الى انسان فاقد الانسانيه رغم ان هو اسمه انسان؟ ايه اللي بيعمل في البني ادمين كده؟ الجشع دي اول حاجه، القهر. بس قهر ما يفقدكش الانسانيه، في ناس مقهوره وادميه جدا جدا جدا، بس هي الجشع وعدم الايمان، انت حاسس انك انت ده هيزودك. هي هاتك ان انت في الاخر هتسال. انا مانيش شيخه على فكره، يعني الحمد لله بس على قدي. الحمد لله ربنا كرمني وحجيت، الحمد لله. كويس. ف يعني بس الواحد حاسس ان حجيتي ربنا مره واحده؟ مره الحمد لله لحقتها قبل الكورونا. قبل ما تقفل. ايوه الحمد لله. كل حاجه لو بتعملها وحاطط قدامك لو اتسالت عملت ايه هعمله، هيرد بايه. يعني انا بصراحه يعني انا كنت بعمل ده ومش عايزه حد يتقال انها بروباجندا. مش عايزه بقول شوشره. وبدعي يا رب يتقبل مني، ويا رب ما يا رب تحسهاش انها يا رب. رياء، يعني يا رب يا رب. يعني لما عيان بيقول لي كلمه باطراء زياده او حد باعت لي شهاده تقدير بروزيه بشيلها، لان مش هحطها. ودي برضو دي ملاحظه. لا في ناس بتحط، في انا ما عندي لاحظتهاش بعرفها الحقيقه. كده. هي حتى علم فلسطين وده شيء رائع ده جدا اللي جدا. نفسي ان شاء الله، نفسي ان شاء الله ربي يحققه لي، اني ابقى في الهلال الاحمر الفلسطيني. تبقي الهلال الاحمر الفلسطيني. وعشان كده بقول لك دي الانسانيه، ايا كان بقى غرب شرق بتاع، لازم نحس الانسانيه دي ان ده البني ادمين. احنا فقدنا الاحساس ان دي بني ادمين، قد يكون انا او ابني او اخويا او بنتي. احنا ليه بقى عندنا يعني بقينا عندنا خشونه كامله. التعود للاسف. لما بتخش تنامي بالليل بعد رحله اليوم الطويل التعب وكده، ايه الحاجه اللي بتبقى مفكره فيها؟ حاليا اي يوم يعني. حاليا فلسطين طبعا بنفتكر، نفسي نعمل حاجه، نفسي. وفي المعتاد؟ بقول يا رب بقى. كلمنا كده ان ننام نقوم مره كده نقول يا رب انت راضي علينا ونكون في حته تانية. بس تكون حاجه لا الحته تانية. حلوين. ربنا يديك الصحه. يا رب. ربنا يديك الصحه. قربنا واحنا عجوزه. لا ربنا يديك الصحه. لما حد يقول عليكي الدكتوره دي بتساعد الغلابه وكده بتتبسطي؟ انا بقول انا بوصل. بتحسي ان انت انا عملتي اللي بوصل. كان نفسك فيه وانت كان صغيره؟ نفسي الى حد يعني الى جزئيه انجزتي. انجزت اللي انا على الاقل جزء كبير من اللي انا نفسي كان فيه. بس لو اقدر نفسك اعمله حاجة على أكتر. سكيل اكتر يبقى هتكبر اكتر. ده التكافل، هذا ده التكافل. الدنيا بخير يا رب والله. حد يسمعنا ويوفر دورين بس في عمارة. العمارات الطويلة دي انت عايزة والله. دورين بس مش كده؟ تتعمل دور حاجه واحد. حلوه وان شاء الله تتاسس حلو. يا رب ان شاء الله يا دكتور نور. الناس فيه وبتدي بمبالغ ما شاء الله، مش عندي أيوة بتدي صحيح في حتت صحيح كتيره صحيح ومستشفيات يعني صحيح زي صحيح. ايادي المستقبل وحاجات الاورام، ودي الناس بتدي ما شاء الله ربنا يبارك لهم. ودي صحيح الحاجات دي ما صحيح. كانتش هتقوم، ده التكافل.
المليان يكب على الفاضي بالعربي بقى صحيح كده. صحيح. يا رب فرصة بس سعيدة جدا ده واتشرفت انا بيك اللي يا اسعد دكتورة. بحضرتك، أشوفك على خير وربنا دايما. يقدرنا ربنا بس دايما يخليك. نعمل شكرا حاجه. يا دكتورة. الف شكر ألف شكر حضرتك، حضرتك. ربنا ألف شكر. يكرمك. شكرا. نورتونا. ربنا يخليك.